السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى احنا نسينا طول شهر رمضان البلح باللبن، وهي اللي فكرتني بيه، قالت لي انا عايزة اشرب بلح بلبن. انا فعلا هبطلع على السحور، قمت عملته. هو بس مكون واحد بس سحري. يلا بينا نشوف الطريقة. عصير لا لا لا، بالبقبيق. مش مكون سحري يا جماعة، مبحبش الكلمة دي. هو مكون موجود في اي بيت على فكرة. يلا بينا نشوف الطريقة. طب يلا بينا. يلا بينا. الفيديو ده جه متأخر، طلبت مني البلح وانا فعلا ناسيه ان انا مخزناه السنه دي عشان خاطر سواد عيونها. هنعمل بلح بلبن بس بطريقه حلوه. سواد عيونها بس. يلا انت بتاكلي كل حاجه، هي بتاكل حاجات معينه، فجرا. فقلت اعمله لها قبل السحور. بصوا بقى هنعمل ايه. درق الخلاط، معلقه كبيره كريم جانتيه، معلقتين سكر، ده بقى السر، ربع معلقه صغيره فانيليا سايله. ما ينفعش كنت تقولي له ما حساش. حاضر معلش. بقى السر بقى. والبلح اهو اللي احنا عاملينه على القناه موجود طبعا. لو انت ما عندكيش البلح ده يبقى البلح الايه يا سوسو؟ الطري. البلح الطري. انا عارفه بس بحب ده. ماشي. واللبن بقى. طب انزلي يلا باللبن. يعني بصوا كوبايتين لبن وكوبايتين ميه، مفيش اي مشكله. ويا سلام بقى لو معلقه كمان لبن بودره يبقى تحفه. هنضربهم في الخلاط ونرجع لكم تاني. وكده بعد ما ضربنا العصير اللي احنا نسيناه طول شهر رمضان، بس حطوا فيه الفانيليا وقولوا له ايه رايكم فيه، ما تنسوش. ودي كوبايه زيكا وزيكو. بقبيق. بس بقبيق طالعه. بقبيق. توحد. يا بنت والله بقبيق اهو. يا بنتي التلج اسكتي خالص، اسكتي اسكتي. اسكتي. عيب يا ماما الكاريزما. ده شكله بعد ما خلص يا رب يعجبكم. هتدوقيه يا بقبيق؟ لا انت بقى ولا البقبيق الكبيره. كوبايه تخن منك. حلو قوي. ما تنسوش تحطوا عليه المكون السري ده، هيعجبكم قوي على فكره. وعلى فكره لبن البودره بيعزز طعمه وبيخليه حلو قوي. خلاص يا سهر، احنا مش ضحى، احنا مش عاملين كيك. ما تدقوش عليه. دوقيه. انت اللي طلبتيه، انت اللي طلبتيه. احنا نسيناه طول الشهر على فكره يا جماعه. يا رب يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.